السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع خواتاتي تكونوا بخير وعلى خير. على بالي راكم عيانين وراه كاتلكم الشقا والوقاف في الكوزينه. كوراج، هذه هي، واحتسبوا الاجر، وان شاء الله يجعل عملكم وتعبكم في ميزان حسناتكم. كما كاع العائلات الجزائريه ما نستغنوش طاوله رمضان، ما تستغناش على البوراك. انا البوراك تاعي اليوم راني محضراته بالدجاج. هذاك صدار تاع الدجاج كنت طيبته في الحريره ومن بعد فوتته في الاشوار رحيته. زدت معاه حبه بصل اللي كنت دبّلتها تاني في شوية تاع زيت. وبالنسبة للتتبيلة درت ملح، فلفل أسود، ودرت شوية تاع السكنجبير وشوية تاع القرفة. نخلّط كلشي مع بعض ونضيف له شوية تاع المعدنوس مقطّع رقيق. نخلّط كاع المكونات مع بعض حتى تندمج مليح. هنايا اللي تبغي دير فرماج تزيد له أي نوع من أنواع الفرماج يكون عندك، ولا تبغي ديري في بلاصة الفرماج تاني ديري لا كريم فريش باش الحشو تاعك ما يجيش ناشف. هنا تبقى على حساب الذوق نتاع كل وحدة، وعلى حساب الشي اللي راه متوفر عندك. واللي تكون عندها العائلة ما شاء الله كبيرة وتبغي تزاوده باش يعطيها كمية لاباس بها، زيدي فايدي معاه 2 حبات تاع البيض، غليهم وخليهم يبردوا ورابيهم مع الحشوة. تسكالك الحشوة تجي مليحة، تعطيك كمية لاباس بها. هنايا أنا ما زدتش فرماج، زدت شوية تاع لا كريم فريش كانت عندي، تعطي للحشو واحد الطراوة تعطيه بنة وطراوة، ما يجيش ناشف. كيما راكم تشوفوا خواتاتي خلطت كلشي مع بعض. وهنايا الحشو لازم يكون بارد باش ما يتقبليش الورقه تاع الديول كي نكون نشكل فيها. هنايا جبت اوراق الديول تاعي، كل ورقه قسمتها على زوج كيما راكم تشوفوا على هذه الطريقه. حطيت كميه من الحشو ونبدا نرولي في لي سيغار تاعي. ماذا بيكم لي سيغار تاعكم كاع يجوا على حبه، يجوا مقاس واحد، ما تجيش حبه كبيره وحبه صغيره. انتبهوا الشيرات لهذا الامر. لوي لي سيغار تاعي. هنايا الشيرات لا كنتم مبتدئات في المطبخ وما عندكمش خبره، سوا تغلقوا حبة البوراك تاعكم بشوية تاع البيض، سوا تغلقوها بخليط تاع ما وفرينة. والاخوات اللي راكم متمكنين راكم عارفين بلي تحطيها على الجهة اللي فيها الفتحة، ديريها من تحت يدي الشكل وما يتحلكش في المقلة. نكمل كاع كمية البوراك اللي عندي بنفس الطريقة، وندير الزيت تاعي يحمى باش نقليه. هنايا عندكم الاختيار، اللي تبغي تقلي البوراك في الزيت تقليه، واللي تبغي ديره في الكوشه تدهنه بشويه تاع شويه تاع الدهان وتدخليه الكوشه. انا ما نبغيش بوراك في الكوشه، نبغيه مقلي. ندير كميه تاع زيت، ما تكثروش الزيت، وخلوا الزيت تاعكم يحمى تخي بيان، عاد تبدو تحطوا في البوراك تاعكم. الحشو راه طايب، بمجرد ما يدي لون تقلبوه يولي دوغي على الجهات الزوج، وتقطروه. من الاحسن قطروه في كسكاس، ديروه سوغ ان بابي ابسوربون ولا كسكاس، ديروه واقف في الكسكاس باش يتخلص من الزيت اللي راه رافده. نكمل قلي البوراك تاعي ونوريه لكم جاهز في صحن التقديم ان شاء الله. وها هو خواتاتي البوراك تاعي راه واجد في صحن التقديم، بوراك مقرمش من برا والحشو طري طري وبنين بزاف. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه على طريقتي. وصلت نهايه الفيديو تاعي، نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تبخلوش عليا بالاعجابات والتعليقات، وبارطاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء. تهلوا في رواحكم، صحه فطوركم والى اللقاء.